أهلا بكل عشاق المتعة والإثارة. معانا حلقة سخنة أوي النهاردة وتفاصيل كتيرة ويا رب تعجبكم إن شاء الله. أول حاجة هنبتدي بيها، طبعا كلنا عارفين إن الزمالك قدم شكوتين في زيزو علشان ما سلمش على هشام نصر نائب رئيس الزمالك. بعت شكوى للجنة الانضباط وشكوى تانية لرئيس اتحاد الكورة المهندس هاني أبو ريدة. فطبعا بعت جوابين، جواب هنا وجواب هنا، بيقول ان لازم زيزو يتعاقب واحنا هنعتمد على اللائحه بتاعه اتحاد الكره واللائحه بتاعه لجنه الانضباط اللي فيها تجريم لاي حد يسيء لاي حد على المنصه او يسيء لاي حد من عناصر الكوره عموما، انما مش تصرف خصوصا اللي هو يعني سلم ولا ما سلمش، لا، هي لو عمل اي حاجه تسيء عموما يعني. تمام، فهنشوف رأي لجنة الانضباط هيكون ايه، وهنشوف برضو رأي رئيس اتحاد الكورة، هل هيحول الشكوى ديت برضو للجنة تانية ولا ايه، ولا هو ممكن يتخذ قرار من نفسه. خلينا نشوف. وبرضو النادي الاهلي قدم شكوى في جمهور نادي الزمالك للاساءات والاهانة اللي تعرض ليها زيزو طوال المباراة، وبعت لهم تقريبا 25 فيديو كتسجيلات ودليل على الكلام ده كله. المفروض ان ده من غير شكوى اصلا، مراقب المباراه اكيد كتب الكلام ده في التقرير بتاعه، والمفروض اتحاد الكوره ولجنه الانضباط هم بيتخذوا القرارات بناء على اللوائح بتاعتهم، فمش محتاجه شكوى. ولكن الاهلي بيأكد ان هو لازم يتخذ فيها قرار، لان ممكن يعني بطوله السوبر ديت ملهاش لائحه وكده قوي، فمش عارفين القرارات هتطلع بايه. عايز اتكلم بس على موضوع نادي الزمالك والشكاوي بتاعته اللي عملها ضد زيزو، ان هو ما سلمش على هشام نصر. طيب، انت معاك حق طبعا، لك كل الحق ان انت تشتكي، مفيش اي مشكلة خالص. ولو حسيت ان دي اهانة او اساءة ليك، او طبعا هما بيقولوا انها اساءة لنادي الزمالك واهان كيان نادي الزمالك، طبعا ملهاش علاقة بنادي الزمالك نهائي. هو موقف شخصي زي ما قلت امبارح مع اشخاص معينين فقط داخل نادي الزمالك، وتحديدا في مجلس اداره نادي الزمالك او قريبين من مجلس اداره نادي الزمالك. فهي موضوع شخصي ملهوش علاقه خالص بنادي الزمالك، بدليل ان هو راح سلم على كل لعيبه نادي الزمالك ودكه نادي الزمالك ومدير الفني بتاع نادي الزمالك. مفيش اي مشكله خالص بينه وبين كيان نادي الزمالك او نادي الزمالك عموما ولا جماهير نادي الزمالك. بدليل برضو ان هو ما ردش على اي اساءة في الملعب، ولا عمل اي حركات، ولا كان ليه اي رد فعل على الاساءة والشتيمة اللي هو كان بيسمعها طول الماتش. فده اولا كده الشكوى مبدئيا يعني شكلا مش تمام، ان هي مش اساءة لنادي الزمالك او لكيان نادي الزمالك نهائي. بس فدوت دليل قاطع على انها مش اساءة لنادي الزمالك. ممكن تقول ان دي اساءة لاستاذ هشام نصر بس فقط لا غير، هو ده اللي ممكن ايه يعني الواحد يفهمه، مفيش مشكلة وليك الحق ان انت تشتكي، تمام. ولكن برضو زي ما انت بتعاتب على زيزو ان هو عمل كده، عندك بزيرة عمل نفس الموضوع، ما سلمش على الناس اللي على المنصة، في 3 4 فوتوا منهم وزير الشباب والرياضة المهندس الدكتور أشرف صبحي، ما سلمش عليه. طب دي إهانة مثلا لوزارة الشباب والرياضة؟ دي إهانة للحكومة المصرية؟ صح ولا غلط؟ ليه انت بقى مثلا زي ما انت بتقول لخالد مرتجي كان المفروض يجيبه من ايده ويقول له سلم على عمه هشام يا حبيبي، ليه انت ما جبتش بزيره من ايده وقلت له سلم على عمه اشرف يا حبيبي؟ ليه مش انت اللي المفروض تورينا المثال ده؟ ومين طلع على المنصه الاول؟ كان بزيره ولا زيزو؟ بزيره اللي طلع على المنصه الاول لان هو استلم ميداليه الفضيه الاول. طيب، يعني اذا لو انت كنت عملت كده مع بزيره كان هيتعمل معاك مع زيزو نفس الموقف. يعني انت بتطلب حاجه الناس تعملها انت نفسك ما عملتهاش، ده اولا زبادئ زبادئ. طيب، مفيش مشكله. زيزو لو مثلا اللجنه اعتبرته غلطان ومخطئ وان فعلا اللائحه بتغلطه، انا ما عنديش مشكله يتعاقب، بس نفس العقوبه يتعاقب بيها بزيره، بل يتعاقب قدها 3 4 مرات، لان هو ما سلمش على 3 4. يعني مثلا لو ما سلمش على واحد في اتحاد الكوره يتعاقب، ما سلمش على واحد في وزاره الشباب يتعاقب، ما دي كيانات. كيان نادي الزمالك انت بتقول ان ده كيان، تمام، وزاره الشباب والرياضه ده كيان، اتحاد الكوره ده كيان، الرابطه ده كيان، لو هو مثلا ما سلمش حد مثلا في الامارات ده كيان. كل واحد بقى ما سلمش عليه يبعت شكوى وقشطه يتعاقب بقى، ياخد 3 4 عقوبات قد اللي ياخدهم زيزو، ما عنديش اي مشكله نهائي، يبقى كده في ميزان عدل. تمام، زي ما انت بتقول ده غلطان قول ان ده غلطان، تقول ده يستاهل عقوبه ده يستاهل عقوبه، مفيش اي مشكله نهائي. هو عمال يعني طبعا بيتكلم عن الروح الرياضيه والاخلاق
والكلام ده كله انا ما عنديش ده. طبعا لازم نعلي من قيمه الروح الرياضيه والاخلاق والكلام ده كله، مفيش اي مشكله خالص، بس انت لازم تثبت الكلام ده الاول. معلش يعني مثلا لما شيكابالا، انتوا عارفين طبعا عمل ايه مع جمهور الاهلي، محدش طلع وقال له يا شيكابالا انت غلطان، صح ولا غلط؟ ده امبارح ديودار مع مهيب كان بيقول له ده ان زيزو هيقدم بلاغ في نادي جماهير نادي الزمالك، بيقول ايه ده شيكابالا ملاك بقى، ده شيكابالا ملاك. ملاك ازاي؟ ما هو رد في الملعب. شيكابالا عمل تصرفات مسيئة كتيرة في الملعب. انت بتقول ان ده ملاك، واللي ما ردش في الملعب وبيرد بالقانون وبياخد حقه بالقانون ده اللي شيطان؟ يعني ده منطق يا جدعان؟ ده منطق؟ حد يفهمني. اللي عمل تصرفات بذيئة في الملعب وإشارات بذيئة للجماهير ده اللي هيبقى ملاك، واللي ما عملش أي حاجة وسكت والتزم الصمت واحترم الجمهور واحترم الناس الكبيرة اللي قاعدة كلها وراح بقى بيقدم شكوى قانونية ياخد حقه، ده كده اللي وحش، صح؟ يعني المفروض بقى نرد في الملعب ونتخانق ونعمل إشارات بذيئة وكلنا بقى نقضيها قلة أدب في قلة أدب كده، يبقى أنت حلو بقى ومبسوط وملايكة كلنا. فاحمد دودار بصراحه يعني انا بحترم اراءه في حاجات كتيره جدا بتكون كويسه، ولكن ساعات المنطق بيخونه شويه. طيب تمام، دي اول حاجه. شيكابالا لما بصق على حسن شحاته اسطوره منتخب مصر، اسطوره الكره المصريه، اسطوره نادي الزمالك، عملت له ايه؟ مشيت حسن شحاته وخليت شيكابالا. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. طيب بلاش ديت، هتقول لي ده الكلام ده قديم وزمان. من قريب من سنة مع محمد مصطفى لعبة لاعب الطايرة، لما عمل إشارات بذيئة لجمهور النادي الأهلي عملت له إيه؟ كافئته. الماتش التاني كان برضو ضد الأهلي، نزلت صورته على غلاف صفحة نادي الزمالك وقلت إن ده شعار المباراة اللي هيقود نادي الزمالك ضد النادي الأهلي. يعني قلة الأدب هي شعار نادي أنت هو ده المعنى الوحيد ليها. ما نصرتش ليه الاخلاق الرياضيه والروح الرياضيه والكلام اللي الكبير اللي انت بتقوله ده؟ مش كان المفروض انت اولى انك تعاقبه؟ بتتكلم النادي الاهلي هو اللي المفروض يعمل اخلاق رياضيه. النادي الاهلي حصلت عنده لعيب كره طايره كان احسن لعيب في مصر وفي افريقيا ساعتها، اسمه ايمن رشدي، في سنه 2005 كان بيحضر تبع الجمهور، قاعد تبع الجمهور كمان، ما كانش بيلعب في الملعب مثلا وشتم الجمهور، لا ده كان قاعد في المدرجات وعمل حركات بذيئه لجمهور نادي الزمالك عشان جمهور نادي الزمالك هو اللي شتمه. النادي الاهلي عمل ايه؟ النادي الاهلي شطبه ساعتها، شطبه خالص. تمام؟ ما طلعتش قلت ليه دي اخلاق رياضيه؟ حسين الشحات لسه اهو، مفيش من سنتين حسين الشحات لما اتخانق مع الشيبي قبل ما قرار اتحاد الكرة يطلع وقبل عقوبة اتحاد الكرة، الاهلي كان مطلع عقوبة، والعقوبة اللي الاهلي طلعها قد عقوبة اتحاد الكرة 10 مرات. اخلاق رياضية ديت وروح رياضية ولا لا؟ تمام؟ فقبل ما تتكلم عن الروح الرياضية يا ريت تتحلى بيها انت الاول. ديت كده امثله بسيطه قوي، وانا ما عنديش مشكله زيزو غلطان يتعاقب، بس كل اللي غلطانين يتعاقبوا برضو نفس الموضوع. تمام؟ بزيرة ما قلتليش ايه موقفك منه؟ بزيرة مطلع بيان امبارح بيقول انا ما اقصدش اي اهانه وما اقصدش اي اساءه وانا اسف ومش عارف ايه، ده انا بس كنت خارج متضايق وزعلان عشان انا مغلوب من الماتش. حلو قوي، انت خارج متضايق وزعلان عشان انت مغلوب من الماتش، قمت ما سلمتش على الناس اللي واقفه. دي كده احترام، دي كده انت ايه؟ محترم. انما واحد عمال بيتشتم باهله وبعيلته ومراته وابوه وامه طول الماتش وبنته طول الماتش، مش من حقه ان هو يخرج زعلان. اشمعنى انا ما اخرجش زعلان؟ لا ده المفروض يخرج فرحان ويبوس الناس كلها، يعني من هنا ومن هنا. طب ازاي يا جدعان؟ ده خارج زعلان وده خارج فرحان بعد الشتايم دي كلها، ده متنرفز ومتضايق علشان اتغلب ماتش. المفروض ده بقى عنده روح رياضيه. انا لما اتغلب ماتش عندي الروح الرياضيه بتقول ان انا احيي الناس اللي كسبوني وان انا ابارك لهم واقول لهم الف مبروك. تمام؟ مش هبقى زعلان وما اسلمش على حد. انما اللي بيتشتم ده يعني ما يزعلش، ده مش من حقه يزعل. انما يا عيني الواحد اتغلب ماتش خسر بطوله من حقه يزعل، انما اللي عمال بيتشتم طول الماتش وقبل كده من زمان. معلش بقى هشام يا نصر تعالى لي، انت بتقول ان زيزو ايه؟ قليل الادب. تمام؟ ما احترمكش. طيب
لما تقعد في قعده، تمام، بتتفق اتفاق رجاله مع ناس، تمام، وتطلع تاني يوم في التلفزيون تقول ده حصل كذا وكذا وكذا وده قال لي كذا وكذا وكذا، وتفضح القعده واتفاق الرجاله اللي انتوا قاعدين بتتكلموه. دي اسمها اخلاق رياضيه؟ عرفت زيزو زعلان ليه؟ عرفت ان هو زيزو ملوش علاقه بنادي الزمالك او مش موقف من نادي الزمالك وما اهانش كيان نادي الزمالك؟ عرفت ان هو موقف شخصي؟ ده مثال بسيط جدا جدا. بعد كده يا استاذ هشام نصر، عايز الناس تحترمك لما تقعد تتفق في قعده اتفاق مع رجاله، الاتفاق ده يفضل ما بينكم، ما ينفعش يخرج عن الناس علشان ايه؟ تثبت ان انت اللي كويس وهم اللي وحشين. لا ما ينفعش. وبعدين لما يجي يزعل او ما يسلمش او سكت ما اتكلمش ما عملش حاجه، انت بقى اللي جيت زعلت. فاهلا وسهلا بالشكوى، اهلا وسهلا بالعقوبات، والمعامله بالمثل زي ما انت بتقول، ومفيش اي مشكله خالص. والزمالك كمان بيهدد ان هو لو ما تمش معاقبه زيزو هيكون في تصرفات، تقريبا مش هيطلع على المنصه، مش هيحيي لما يبقى في بطولات، مش هيسلم على لعيبه الاهلي، الله اعلم. بس هنشوف يعني ايه التهديد اللي هم بيهددوه ده. تمام، ده اول موضوع كنت عايز اتكلم فيه. تاني موضوع، امبارح كلمتكم عن ان المنتخب حلمي طولان المنتخب التاني هيلعب ماتشين مع الجزائر ان شاء الله باذن الله. ماتش يوم الجمعه اللي جايه 14، وماتش يوم الاثنين 17 الاسبوع اللي جاي. ماتشين مهمين جدا مع الجزائر في استاد القاهره، طبعا من غير الاربعه بتوع بيراميدز. قلت لكم انا عايز اشوف الاعلام هيقول ايه والاعلاميين هيقولوا ايه. طبعا تابعت الناس اللي انا عارفهم وعارف رايهم بصراحة. يعني في ناس معينين كده بيستفزوني ان انا لازم اطلع اتكلم عليهم. يعني يقعد يقول لك انا بتكلم بالعقل وبقول الحق والمنطق، وهو ابعد لا يكون. يعني كل كلامه في اللا منطق على الاخر، وكل كلامه يعني ايه بعيد خالص عن الحقيقة، وبيقعد يحور الحقائق ويقول الكلام اللي على مزاجه ويخبي اللي على مزاجه. ف يعني في كابتن خالد الغندور كابتن التاريخي لنادي الزمالك طلع امبارح علينا بتصريحات غريبة جدا، بيقول يا جماعة المنتخب مصر هو اللي أهم ومصر هي اللي أهم، بس يعني مفيش مانع، يعني ساعات الأندية لازم نساندها برضه وكده، يعني علشان خاطر بيراميدز. أيام الأهلي عمره ما كان هيقول كده طبعا. يعني ممكن الأندية ديت تعمل إنجازات تاريخية لمصر وللبلد. طب يعني مين ممكن في العالم كله أو في مصر كلها يعمل إنجازات تاريخية لمصر أكتر من الأهلي؟ يعني مين كان ممكن؟ الأهلي أكتر نادي شارك في أفريقيا وشارك في بطولات عالمية وقارية، يعني هو كان أكتر نادي وكان أحق إن أنت تقول كده. بيراميدز أول مرة في تاريخه أساسا يشارك في بطولة عالمية أصلا، فهو ده اللي هيعمل لنا الإنجاز التاريخي. والأهلي في المشاركات اللي قبل كده ما كانش ممكن يعمل لنا، ما هو كان هيعمل لنا برضو إنجازات تاريخية. أنت ما قلتش كده عليه ليه؟ تمام؟ طلع قال لك إيه بقى؟ قال لك الأولمبيات اللي فاتت ديت الاهلي قال لك دي بطوله مش رسميه واحنا مش هنبعت لعيبتنا للمنتخب الاولمبي. الاهلي ما اعترضش ان هو يبعت لعيبته، بالعكس الاهلي وافق وبعت اللعيبه بالفعل، ولكن فوجئ ان بيراميدز رفض يبعت اللعيبه. وساعتها كان في اخر الدوري، امتار الاخيره في الدوري اللي هو اخر كام ماتش، لو فاكرين لما الاهلي غلب بيراميدز رايح جاي 3-2 و1-0. البطوله ديت كان فيها منافسه كبيره جدا بين الاهلي وبيراميدز، والاهلي ساعتها بعت لعيبه المنتخب الاولمبي. كان المنتخب الاولمبي عايز كمان 2 لعيبه من الكبار اللي هم امام عاشور ومحمد عبد المنعم. على فكره الاهلي ما كانش عنده اعتراض ان هو يبعت اي حد، بس انت هتاخد. الاهلي ساعتها قال لك ايه؟ قال لك خدوا لعيبه المنتخب الاولمبي اهي. بعد كده بيراميدز رفض ان هو يبعت لعيبه المنتخب الاولمبي، كان عن ابراهيم عادل ومحمود صابر وصادق تقريبا، كان عنده 3 أو 4 وقطه حاجه كده، 3 أو 4 لعيبه في المنتخب الاولمبي. رفض بيراميدز ان هو يبعتهم، قال لهم انا عندي دوري ودي بطوله مش رسميه وانا مش هبعت. طبعا كابتن خالد الغندور ما قالش الكلام ده، قال لك الاهلي اللي رفض. الاهلي ما رفضش، الاهلي قال لك خدوا من بيراميدز، خدوا لعيبتي عادي مفيش مشكله. لو كانوا هاخدوا لعيب كبير من بيراميدز، لعيب كبير من الزمالك، لعيب كبير من الاهلي، كان الاهلي هيقول وافق ماشي موافق. لعيب من هنا لعيب من هنا، لعيب احنا بنافس بيراميدز، اوكي خدوا لعيب من عندي ولعيب من عندهم، ان انتوا تاخدوا لعيب تاني وبيراميدز يقول لا مش هبعت ولا لعيب. طبعا ده كان ظلم باين، والاهلي رفض عشان كده، ان انت مش هتاخد من بيراميدز وهتاخد مني انا بس. طب هل ده ينفع؟ هل ده عقل؟ طبعا هو قال ايه؟ ان الاهلي رفض يبعت لعيبته.
طب ارجع للاولمبيات اللي قبليها، اخر اولمبيات شاركنا فيها كانت 2012 مع هاني رمزي. كان واخد مين هاني رمزي؟ معاه لعيبه كبار. كان واخد احمد فتحي من الاهلي، كان واخد عماد متعب من الاهلي، كان واخد ابو تريكه من الاهلي. الثلاث لعيبه كان واخدهم من الاهلي. الاهلي ما اعترضش. الاهلي اكتر نادي وطني، الاهلي اكتر نادي بيدي لعيبه للمنتخبات. الاهلي ما عندوش اي مشكله خالص ان هو يساند المنتخبات. الاهلي بيطالب بالعدل، بتكافؤ الفرص فقط لا غير. بس انما انت تطلع تقول الاهلي وما تقولش بيراميدز، لا بيراميدز هو اللي رفض ساعتها عشان كان عنده ابراهيم عادل لعيب مهم وكان في المنتخب الاولمبي، فساعتها رفض ان هو يدي لعيبه المنتخب الاولمبي اصلا، اللعيبه الصغيرين للمنتخب. فالاهلي قال لك طب خدوا لعيبه المنتخب الاولمبي من هناك وخدوا لعيبه المنتخب الاولمبي من عندي، انا ما عنديش مشكله. انما انتوا هتسيبوا لهم لعيبتهم وتيجوا تاخدوا لعيبتي انا؟ طب هل ده ينفع يا جماعه؟ طيب اللعيبه الكبار كانوا عايزين امام عاشور ومحمد عبد المنعم، هياخدوا 2 لعيبه من الاهلي. في الاخر ما خدوهمش وخدوا زيزي والنني. زيزو والنني. لما خدوا زيزو والنني الزمالك كان كده كده بره المنافسه، مفيش مشكله. لو كانوا عارف، لو خدوا مثلا امام عاشور وخدوا مثلا لعيب من بيراميدز مثلا، احسن لعيب عندهم مثلا، ولنفترض حتى لو مدافع بدل محمد عبد المنعم ولا ياخدوا احمد سامي، هل بيراميدز كان هيوافق؟ ما بيراميدز كان هيوافق. بس الاهلي لو كانوا خدوا من عنده هنا لعيب ومن هنا لعيب كان الاهلي وافق عادي، مفيش مشكله. وخدوا زيزو من الزمالك برضو مفيش مشكله. فهي ديت المغالطه اللي هو بيحاول يلعب عليها خالد الغندور. برضو قال لك الاهلي كان مسافر يلعب في الانتر كونتيننتال مع باتشوكا، واجلوا له بقى ايه؟ اجلوا له ماتش انبي في الرابطه. اصل الاهلي بينافس على الرابطه، الاهلي اصلا بينسحب من الرابطه كل سنه. هو الاهلي الاهلي بيلعب بالناشئين. الاهلي ما كانش عنده مشكله، هم اللي عايزين ياجلوا له ماتش الرابطه علشان عايزين الاهلي ينافس، عايزين الاهلي يلعب ليه؟ لمصلحه كاس الرابطه، علشان كاس الرابطه يبيع فلوس لما الاهلي يلعب باللعيبه الكبار. فهم اللي ما رضيوش يلعبوه، مش الاهلي اللي اجله. الاهلي ما طلبش تاجيله. هو الاهلي يطلب لقاء انبي في الرابطه ليه؟ هو الاهلي يعني بينافس على كاس الرابطه؟ الاهلي عايز ياخد كاس الرابطه؟ بالعكس الاهلي عايز ينسحب منها اصلا. يعني الاهلي مش عايز ينافس عليها اصلا. فيقول لك اشمعنى اجلته للاهلي يا عم ما حدش اجل للاهلي، ده هم اللي عايزين ياجلوا مش الاهلي اللي طلب. طب ليه ما اجلوش لبيراميدز؟ هل الاهلي اللي قال لهم برده ما تاجلوش؟ ما ياجلوا البيراميدز، احنا مالنا؟ انا نفسي ياجلوا البيراميدز والاهلاويه كلهم نفسهم ياجلوا البيراميدز. احنا هتفرق معانا ايه؟ يعني مش موضوعنا يعني انت ليه بتحط سيره الاهلي في انه ليه بتجيب اشمعنى الاهلي ياجلوا له ماتش ايه علاقه الاهلي بالموضوع؟ حاجه غريبه والله. طيب يقول لك علشان ماتش باتشوكا ومش عارف ايه، بيراميدز المفروض هيلاعب بطل الامريكتين اللي هو في بطل المكسيك والفايز من بوتافوجو مع بالميراس، هيلعبوا على النهائي الليبرتادوريس. طبعا الفايز منهم هيلاعب بطل المكسيك، وبعدين اللي يكسب من كل دول بقى يلاعب بيراميدز يوم 13. بطولة افريقيا هتبتدي يوم 21. طبعا على الاقل المفروض في اسبوعين على الاقل يعني قبل كاس افريقيا المنتخب لازم يستعد فيهم. فحسام حسن رفض. برضه جاب سيره الاهلي وقال لك اشمعنى انت اجلت المعسكر بتاع شهر 6 عشان الاهلي مشارك في كاس العالم للانديه؟ معسكر ودي وماتشات وديه وما تاجلش عشان الاهلي ما كانش فيه محترفين جايين. ايه رايك بقى؟ اتاجل. صلاح مش جاي، مرموش مش جاي، المحترفين اللي في الامارات واللي في القطر واللي في العين الامارات ما كانوش جايين، كلهم قالوا يا جماعه ده معسكر ودي ومحدش جاي. طب حسام حسن قال لك الاهلي رايح كاس العالم للانديه والاتحاد عاوز يبعت لعيبه الاهلي والمحترفين مش جايين، طب انا هعمل معسكر بمين؟ فقام لغي المعسكر مش بسبب الاهلي، مش اتحاد الكوره طلب من حسام حسن ان هو يا ريت ما ياخدش لعيبه الاهلي. ماشي، ايه المشكله لما يعمل معسكر تاني بياخد اللعيبه التانيه يجربها؟ ما انت عايز تبقى عندك قاعده كبيره، افرض لعيب من الاهلي اتصاب زي امام عاشور، عندك بديل ليه، جرب ده وجرب ده وجرب ده، ايه المشكله؟ انما هو قال لك لا انا هعمل معسكر ليه من غير لعيبه الاهلي ومن غير لعيبه المحترفين؟ لا مش هعمل معسكر وملغيه. طب الاهلي ماله؟ طب ليه ما قلتش عشان محمد صلاح مش جاي وعشان مرموش مش جاي وعشان رامي ربيعه مش جاي وعشان النني مش جاي وعشان لعيبه كتيره مش جاي؟ ليه ما قلتش عشان اي لعيبه تانية؟ ما كل دول ما كانوش جايين، اشمعنى لعيبه الاهلي يعني؟ فكانت حاجه غريبه جدا برضو ان هو الاهلي السبب في الغاء المعسكر ده. لا مش الاهلي بس، اللعيبه المحترفين اللي مش جايين كمان
هم السبب في الغاء المعسكر دوت. وكمان لعيبه بيراميدز والزمالك كان عندهم ماتشات، فمش لعيبه الاهلي بس. طيب بيقول ايه كمان؟ مصر اهم من الفرق، ولكن ساعات لازم نقف جنب فرقنا. يعني مصر اهم ولا نقف جنب الفرق؟ مصر اهم لما يبقى الاهلي هو اللي عنده مشكله، انما نقف جنب الفرق لما يكون بيراميدز هو اللي بيلعب في افريقيا. تمام، فالاثنين يمشوا مع خالد الغندور عادي. ممكن تعمل انجاز تاريخي. نتمنى ان بيراميدز تعمل انجاز تاريخي هيتكتب لاسم مصر طبعا، ما عندناش اي مشكله في الموضوع ده خالص. مش عايز اعلق كتير على الكلام ده لان هو بصراحه يعني خارج المنطق، بصراحه مش منطقي بالنسبه لي، وكلها يعني حقائق بالعكس، او حقائق غير كامله منقوصه. تالت حاجة كنت عايز أتكلم فيها إن شاء الله بإذن الله، في توقف دولي. منتخب مصر هيلعب ماتشين، أول ماتش مع أوزبكستان، تاني ماتش يا إما مع إيران يا إما مع الراس الأخضر. يعني لو كسبنا أوزبكستان هنلاعب الكسبان من إيران والراس الأخضر، لو خسرنا من أوزبكستان هنلاعب الخسران من إيران والراس الأخضر. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخب مصر. الماتش الأولاني هيبقى يوم الجمعة برضو، الماتش التاني هيبقى يوم الثلاث اللي جاي إن شاء الله 18. بعد التوقف الدولي ده الاهلي هيلاعب شبيبه القبائل الجزائري في القاهره، والماتش ده هيشهد عوده امام عاشور ان شاء الله باذن الله لقائمه النادي الاهلي لفريق النادي الاهلي. ما نعرفش بقى هينزل اساسي ولا لا، بس اتوقع ان هو ممكن يشارك في جزء من المباراه. بس بقى السؤال هنا اللي عايز اساله لكم كلكم، تفتكروا امام عاشور لما يرجع ينزل مكان مين؟ هو دلوقتي في نص الملعب في مروان عطيه، ده بيتهيألي حاجز مكانه اساسي. في ديانج، ده ساعات ممكن ينزل وممكن لا. في زيزو بيقدم مستويات رائعة وأداء جامد جدا، وبصراحة حاجز مكان برضه في النادي الأهلي. فهل إمام عاشور ممكن يحل محل ديانج أو يحل محل زيزو، وزيزو يطلع باك رايت، كده بن شرقي يروح باك شمال، وكده تريزيجيه يقعد على الدكة؟ أنا ده رأيي بصراحة، إن إمام عاشور ينزل وزيزو يروح باك رايت، ويروح بن شرقي الوينج ليفت، ويلعب نمرة 8 عاشور مكان زيزو مع ديانج ومروان عطية. انت قولوا لي ايه رأيكم، نريح مين فيهم؟ وبين رمضان يفضل قاعد على الدكة، ولا ممكن يحجز مكان اساسي ويبدل مع عاشور او مع زيزو، ولا مين اللي يقعد على الدكة؟ وطبعا في الاول امام عاشور هيقعد على الدكة شوية بس، وهياخد فترات مثلا ربع ساعة نص ساعة شوط هكذا. بس بعد كده هيثبت نفسه ويرجع لمستوى تاني، هيحجز مكان اساسي بلا اي منازع. بس مكان مين بقى في النص ملعب النادي الاهلي؟ هيكون هو ده السؤال، هل مكان زيزو ولا مكان ديانج؟ وهل لو حجز مكان زيزو هيبقى ليه مكان تاني في الملعب، وهيبقى مكان مين برضه؟ فده سؤال لكل العشاق المتعة والإثارة اللي معانا، وإن شاء الله بإذن الله أوافيكم بحلقة جديدة وآخر الأخبار، وأتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، وإلى اللقاء.